ينشر الغسيل في الحته دي بس. السقف مراته بتعمل له اللانش بوكس. هند في الخطوبه يا وصلة حبنا. حلقة جديدة. بودكاست الجميل اللي بتحبوه قهوة بلدي. في كرسي تالت هنا زي ما انتم هنا. شايفين كده في في كرسي تالت. تالت جنب بشوي. في كرسي تالت. الحلقة دي اللي احنا قلنا عليها ان هيبقى فيها مفاجأة حلوة حلوة حلوة. الاسم اللي عمالين نكرره من ساعة ما بدأنا، عمالين نتكلم عليه من ده حقيقي. اوائل جمهور قهوة بلدي، ومن الحد اللي دايما بيشجعنا وبيجي لنا بافكار، وحد عريس جديد كده حلو. جوبا او احمد. آه آه، تعالى جوبا، تعالى لا لا، تعالى سيبه تعالى سيبه سيبه تعالى سيبه سيبه يا عم، سيبه تعالى سيبه. يا عم، هاته. تعالى يا تعالى 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 والنبي. تعالى حبيبي، تعالى يا بابا. تعالى شايفين تعالى حبيبي. شايفين تعالى. القمر. شايفين العريس الجديد، شايفين شايفين العريس الجديد. والله العظيم الجواز طلع بينضف. اول مره اسمعها. عامل ايه يا جوبا؟ كله تمام يا صديقي، انت اخبارك ايه؟ اهو الحمد لله اه تمام. اخبار طمني الجواز ايه على بقى؟ ايه الجواز، ايه اخباره؟ بص، ايه؟ يعني احلى حاجه في الجواز ايوه استقرار جامد. ايوه. بس يعني اوحش حاجه اللي انا جنب الكائن ده. اه يا سلام. يعني معلش. انت اتجوز زيي. سلام. السلام. ماز لو عايز يتجوز هيتجوز بعيد جدا، فما تقلقش. بالظبط يعني. ماز لو هيتجوز بعيد قوي. تمام يعني. طب تنصحني بيه يا جوبا، اتجوز ولا لا؟ لا لا حلو لا. يعني. واحد سنجل وواحد متجوز. بص يعني اغلبيه في واحد وضح فكره الناس اللي بتقول لك لا ما تتجوزش وده هم وي وي وي. يعني الناس كلها كانت بتقول مصاريف وتكاليف وكلام كتير قوي كده. ايوه ايوه. لا هو فعلا على فكره، يعني انا عايز اقول لك الحاجات اللي كنت بحسب لها هي فعلا ما كانتش تمشي باحسن حاجه. امم وقت ما بحسبش الحاجه بتمشي ربنا وبتخلص. بيسهل في الجواز. بالظبط. امم يعني انا خلاص يعني بطلت ما احسبلهاش. بس لا انا لازم اعمل حساب لبكره. انا في الخازوق فالبسه من غير ما افكر. بالظبط، أيوة. انا كده كده ده لازم هيحصل، ده بس كده كده خلاص لازم. فتمام يعني. لازم الخطوه دي هتاخدها يعني. امتى بقى بس؟ هتلبسها يعني هتلبسها. المهم تاخد. بس تلبسها وانت مبسوط. هو اخدها بالظبط. واتبسط جدا قوي. بالظبط. هو اخدها بالظبط. واتبسط جدا. هو بقاله 3 ايام وانت بقالك قد ايه؟ لا بقاله كده اسبوعين مثلا اسبوعين. كده. لا اسبوعين. اسبوعين ايه؟ لا استنى يا يا عم، ابني انا شهر. متجوز 1/5. واحد خمسة أيوة، واحد خمسة أنا واحد بقالي خمسة. شهر. يعني داخل في شهرين اهو يعني. بس ده لو يعني لازم نأكد على النقطة دي. ايوه. اليوتيوب سمح بالألفاظ اللي اطلع هات الشيء. اطلع هات الشيء. زي ما انتوا شفتوا كده في الاسم بتاع الحلقة. تمام. الحلقة النهاردة من الناس اللي هي بتاعت الشوارع، بتاعت انا الريز، ما عرفتش بتاعت قصة الكوباية. ما اصبر. اصبر، مش لازم انت تعرف. سوحتني وبعد لازم كده تعرف. دخلت بدأت ايه؟ انا قلت لك ده بودكاست تاني. مراته بتعمل له اللانش بوكس. لانش بوكس. ما هي اتعلمت من امه. تمام، ازاي تعمل اللانش بوكس، فبقت بتعمل له اللانش بوكس. جايبه لي يا صاحبي. اللي هو عارف انت العمود بتاع الاكل ده. يانا ده بتاع المساجين ده اللي بتاع هو. المساجين لا ما بالظبط. في بقى منه الكاجوال بيبقى حافظ للحرارة وحاجات زي كده. والله العظيم. ايوه يا صاحبي. يا نهار ازرق. والله يعني انا باخد الاكل من الصبح بدري من وانا نازل مم. للساعة 3 الساعة 4 افتح على الاكل لسه زي ما هو سخن. اوف. طيب طيب. النهارده من محب الريس، من محب العربيات، اللي بيحب يسقط العربيه بتاعته، الكلام ده كله. تمام. للأسف. السواقه في مصر ماشي، والسواقه عند مايز برضك. هنشوف الكلام دوت ايه الفرق ما بينهم. تمام. عشان في الاغلب اصلا احنا عندنا بنكلكس عشان نشتم، هو عنده بيكلكس عشان اشاره عادي مثلا، فاهمني؟ ففي بس في على حاجات. فكرة بس على فكرة يعني قبل ما ايه، الناس نبدأ اتعلمت قبل ما نبدأ الكلكسه. مفيش مرة أنا راكب العربية وقاعد معاهم في الكولا في حد معايا في مكالمة ما بيسمعوا شتايم جديدة في الطريق وأنا سايق. هو بس أيوه أنا. هو اللي بيشتمه. لأن تمام. بص أقول لك على حاجة هتعرفها أول لما تسافر، إن مهما شتمت بالإنجلش الشتيمة بالعربي ليها طعم تاني.
ده اكيد. مم. يعني وبالكلاكس ليها طعم تالت. تحس ان الشتايم الانجليش يا وخصوصا لو اسطى اللي قدامك ما فهمش. الشتايم الانجليش يا اسطى انت بتشتم الشخص، تمام، لكن الشتايم المصري عندنا بتجيب تاريخ اهله، فالشتايم حلو. تشتم بضمير. ايوه والله العظيم ممتعه. على العموم خلينا نبدا. انا صوتي باين عندك. استنى زي ما انت خد البس دي في اليمين هنا، تمام، وانا البس اللي دي في فتره الشمال هنا، الخطوبه دي يعني. تمام. هاند في الخطوبة يا وصلة حبنا. مش هتدخلك البيت، انت بقيت متجوز. فتمام. بس مش الكوباية بس على شكلها انا دلوقتي. مش قادر اتخيل ان انا بنطلع كونتنت بالمنظر ده، بس تمام. والله العظيم مش قادر اتخيل ان انا قاعد مع اتنين كل واحد ماسك سماعه ومفروض بيسمعني، بنسمع بعض بالعافيه اصلا. ماشي. والله يعني الحالة ضنك يا جماعة، الحالة ضنك عشان بس اللي بيقول لك واصلين فلوس لمرحله اليوتيوب. وحشه قوي. بس لا أنا متفق ماليش دعوة. انت انا متفق متفق. على ايه؟ الربع جنيه مخروم، هياخد الربع لا جنيه يا مخروم. صاحبي متفق 25 جنيه. ادي من الوجبة اهو، ادي من الوجبة 25 اهو، جنيه يا الشاي عم، اللي هخليهم 50 جنيه، انا هديلك دولار. بسرعة بس عشان الحلقة دي. طيب والله كوكتيل هو عربي تمام $1000 والله، ربع $1000 والله، بس عبيد. فين عايز، انا نفسي اشوف انا وبشوي بنعمل بودكاست مع نجيب ساويرس، عارف انت الناس دي، الناس اللي هي بتصحى الصبح تلاقي جنبها فلوس، عارف انت، بتشك فلوس، دي الناس دي انا نفسي نبقى كده، فاهم؟ بس يلا. انت عارف انا ليه عايز اعمل مثلا البودكاست معاه؟ عايز اعرف هو عمل ازاي الثروه دي، بس سر الصنعه. والمصيبة إن هو معرفش إن هو هو مولود كده. انت مولود كده، انت يعني انت مولود يعني مليونير فعلا. واحد زي ميشيل أحد، وده اللي هنتكلم باستفاضة عنه في الحلقة. مم. ده هو اتولد مليونير. انت اتولدت والده لقيت صاحب نفسك كده. شركة بتشينو بتاعت الكهرباء، اللي هو كانت أساس أي بيت وأي شركة وأي حاجة في الوقت بتاعها. فهو الشركة كان ما شاء الله مكسبها حلو وكل حاجة، فهو كان من أسرى الناس في مصر. أول واحد دخل أنواع عربيات كتير لأول مرة تخش مصر. الوكيل ده حقيقي. المعتمد لشركة لوتس، أحمد الوكيل اللي هو ماسك أصلا التوزيع لشركة لوتس. ميشيل أحد جت العربية اللوتس بتاعته قبل أحمد الوكيل. ده حقيقي. مم. احمد الوكيل بادئ مش بقاله كتير يعني. مش كتير بس هو بس لما بدأ جامد. لا فكرة أنا موزع معتمد مثلا مم. لحاجة، وأنت تعرف تجيب الحاجة دي قبلي. ايوه بالظبط كده. فاهم قصدي؟ مم. لا بس كانت فلا فكرة هو جامدة. ناس كتير هي اتولدت احنا مش عارفين احنا كبرنا ازاي. هو مهما يحكي لك هو ابتدى من ان هو فعلا هو كبير اصلا ايوه بالنسبة لنا. بالظبط كده، هو بادئ اوريدي في ليفل انت بتحاول توصل له، ده حقيقي. بالظبط. فاهم؟ فالاهداف مختلفة. أيوة. بالظبط. طيب طيب. موضوع الحلقة عن العربيات، كل محبي العربيات هنتكلم عن انواع مختلفة. انا مجال شغلي انا في العربيات، واحمد من محبي العربيات جدا، وعارف برضو فاهم في تصليحاتها وفاهم في الحاجات اللي فيها، فمش مجرد بس بيحب شكل العربية، وانا مش مجرد بس بحب شكل العربية، فاهمين في العربية نفسها من جوه. هنتكلم على كذا نوع عربيات، و يعني خليكم معانا، تمام، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر نوع عربية بتحبه. تمام، قول لي بقى يا احمد، انت اللي قايل فكرة الحلقة دي، اصلا تمام، ده حقيقي. اه، قول لي بقى، قول لي بتحب ايه في العربيات؟ بحب ايه في العربيات؟ لا هو انا ما بحبش التوب سبيد على قد ما انا بحب الهاندلنج والشكل فاهم الرايق قصدي. كده، الحاجات الرايقة. انا العربيات يبقى معايا هاندلنج هعرف اجيب بيها توب سبيد اكتر ما هي توب سبيد ومش ثابته اوريدي. فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا بموت في الكلاسيكيات،
حاجات قديمة، حاجات بتاعت قديم. حبيبي يعني مثلا اكتر عربية بجد بجد نفسي اجيبها، ولو هصرف فلوس كتير قوي في عربية هجيب ماستنج 67. امريكان مصر، ايوه امريكان مصر. انا بعشقها، وحتى في اي لعبة بلعبها هتلاقيني بروح للعربية دي. العربية دي فعلا انا بعشقها. انت بس هي بقى الفكرة، العربية دي في مصر امم هي من الصعب اللي انت ت... ان هي تبقى موجودة على قد ما انت هتقدر تصرف عليها. ايوه علشان انت فعلا لو عايز فبرة فانوس انت لازم تيجي من بره مصر. اكيد. لا انت حوار كبير أوي. عشان تقدر تجمع بالظبط. العربية دي هنا ممكن تلاقي. يعني انت هنا لو دخلت على فيسبوك ماركت بليس ودورت على اي عربية تتخيلها، هتلاقي حد مشتريها ومعدلها ومعاه من زمان ونضيفة، وبتدفع فيها شيء وشويات. يعني بتدفع مثلا من 100,000 دولار وانت طالع عشان تجيب عربية، لان هي بالنسبة لهم انتيكة. يعني انت مش هتشتريها وتبقى دي أيوة. عربيتك الشخصية، انت هتخرج بيها مرة مرتين في السنة ومركونة في الجراج، انت مكتنزها، مش عربيتك الشخصية. انت طيب عربية احلامك اللي نفسك تشتريها ايه يا انا نفسي اجيب مرسيدس ام 200 بس برضو انا بحب القديم، يعني عايز حاجة موديل 96 95 الشكل القديم. ونوع ايه؟ مرسيدس برضو؟ مرسيدس ام 200. انت كده بتحب اللكجري او العربيات اللي ان هي هو الفخمة دي، صح؟ بالظبط، ليه؟ ان هي دي اكتر حاجة تديك هاندلنج. اه مرسيدس فعلا كده. مرسيدس حلوة في الموضوع ده قوي. البي ام هتديك هاندلنج كل حاجة وقشطة، بس سبورت. مكان الموتور، مكان اللي المفروض تحط فيه الموتور هو صغير. جدا. فانت يا هتحط مم. الموتور بتاعها وهتعدل عليه تعديلات خفيفة، يا اما تحط مثلا موتور البي ام الاعلى موديل او اتنين عنها. نفس مشكلة لكن اللكسس. بالظبط، لكن قشطة لما اجيب المرسيدس اللي أنا بتكلم عليها دي، واجيب موتور توجو مكان زي كبير أوي. وارميه في الحوض، فاهم ايوه قصدي؟ فاهم. توين تيربو ويطلع لي 700 وشوية هورس باور ستوك. أصلا لو أنا لعبت في شوية السنسور الكمبيوتر هيرفع معايا 1000 و 1080 هورس باور. طب بقول لك إيه يا باشا، وري له الصورة وري له الصورة اللي انا بعتها لك امبارح. هوريك صورة لعربية سوبرو او سوبارو بالعربي يعني. مم. العربية لما دي يا اسطى، تركز اه دي جات لنا. جات لنا كانت العربية زي ما هي. احنا اللي عملنا تعديلات دي، تعديلات فلتر الهواء، تعديلات التربو، تعديلات مش عارف ايه. وري الصورة كده في الكاميرا من على تليفونك لو تقدر. لا صعب. مفيش صعب. أو ممكن أقول لك على حاجة أبعتها لأحمد هو يطلعها من الموبايل. طب ما ماشي. نطلعها أنت في المونتاج. لا دي اطلعها في المونتاج، انا هعمل كده. اعمل أنت. يا ده أنت كسول، يا لا ما نطلعها في المونتاج. اشرب بق شاي من اوريك القهوة اللي احنا الصورة. قاعدين فيها دي. ماشي. ذمتك هتبان ازاي؟ مش عارف هتبان. يا راجل يا طيب ما هتبان. تطلعها في مش ام هتبان. البتاع. هطلع لكم في المونتاج ماشي. ده انت رخم قوي. طيب بس بجد والله العربية دي جات لنا، الموتور اللي فيها ما فيهوش مشكلة، كل حاجة ما فيش مشكلة، بس كان عايز يغير شكمان، وكان عايز يعمل بيلد العربية في اكسدام امامي واكسدام خلفي مش عارف ايه. فطلعنا العربية من مكانها. العربية بصراحة طالعة انا شغال فيها بحب، فاهم؟ عربية مانيوال، فانت مساعدك وهو مظبط انت الداخلي بتعملها بتاعها. انت اه بتعملها بحب العربية قوي العربية عشان حلوة. العربيه حلوه قوي. عربية وعامل حلوة روكيت جدا. شاكيت داخلي اه فاللي عملت هو حاجات داخليه برضك ليها. لا احنا ما عندناش حاجه داخليه، هو جايبها داخلي هو متظبطه، فاهم؟ فانت يا دوب بس امم هتشتغل على اللي بره. وبقى ايه ايوه ايوه. حلاوتها ايه؟ والله دي اكتر حاجه بحبها في الناس اللي بتعدي العربيات. انت لا بتوطي العربيه ولا بتعلي العربيه ولا بتلعب في الحاجات اللي ورا العجل ده. انت بس بتشتغل على الشكل الخارجي والموتور نفسه. العربيه امم لا تكحت، لا تبان ان هي عاليه بزياده، بتبوظ الشكل، فاهم؟ لكن لما بس انت تلعب في عشان توصل الموتور. للهاندلنج انت لازم توطي. انا فاهم، بس انت لما بتيجي توطي في حاجات كتير قوي في صيانة العربية، وفي حاجات كتير قوي يعني انت عشان تبقى توصل اسرع. لسواقة
بلوك حاجات تانية كتير، فاهم؟ بالظبط. يعني انا لو في حد مم. جالي موطي العربيه قسما بالله ما شغال فيها. قسما بالله ما شغال فيها. لا، حاولت. كل حاجه الموضوع سهل. بتصعب، يعني ظبط الزوايا نفسه بيتعب، يعني في حاجات كتير قوي بتبقى فعلا اير انت مش سسبنشن عايز. هيريحك. هيريح بس مش عارف اشتغل. اوكي. مش عارف اشتغل. اللي في امريكا عنده مشاكل، ما بالك اللي هنا هيبقوا عاملين الاير ازاي؟ سسبنشن حلو، الاير سسبنشن حلو لذيذ وكل حاجه، بس واحد غالي. لو معاك فلوس اشتري براحتك، بس الاير سسبنشن غالي. اصل اللي واتنين، هيظبط يا اسطى اكيد هيبقى عامل حساب على حاجه زي كده. ايوه بس يعني اللي في حاجات كتير بيظبط قوي اكيد بتبوظ، هيبقى بيصرف، في حاجات كتير ومعنى قوي ان هو بتبوظ. يصرف يبقى هو ما مكمر هو على فلوس. لا، هي فكرة إن حاجات كتير بتبوظ يا مايز، هي مش عربيتي اليومية. ايوه نفسك بالظبط. فهي اتفق لو عربيتي معاك. اليومية أعطالها هتبقى كتير، ايوه بس هي بالظبط اوريدي كده. مش عربيتي اليومية. ده بروح بيها ايفنت بتاع الكلام ده ايوه، ما هي كله. العربيات دي يا اما بتخرج بيها يا اما بتشقط بيها بس. أنا لا، ايفنتات أنا هي اللي حرفيا في شخص، يعني انا فاكر ان احمد حضر كتير قوي ايفنتات، وكان بيورينا ايفنتات كتير قوي. الناس بتعمل عربياتها ايفنتات للايفنتات بس، اه متخصصة ان العربية ديت مخصصة للايفنت، مش مسموح سماعات لها إن هي بقى، اي تمشي على حاجة، الطريق. كل حاجة. ده امم بياخدها بالونش يا باشا، يوديها في الايفنت، يحطها هناك. يعني كان في في ناس كانت واحد، عاملة بلاي ستيشن في العربية عادي جدا لا ده وبتاع. عادي. كان في فاهمني؟ واحد عامل عربية عن بره حاجة زي القطيفة. لطيفه. قطيفة. هبقى ابعت لك الصورة اه ابقى ابعت تفهم. لي الصوره دي احطها، يعني عامل البادي العربية بتاعها لطيفه. بودي مرة قطيفة، عارف القماش القطيفة الفرو؟ اه عارف. هي بتبقى حاجة زيها بالظبط كده، راكبة امم على العربية، على البادي كله من بره. ده حلو ده، بس دي فعلا ما تتسقش. شكلها تحفة. يجي عيل كده شكلها يرمي تحفة. بيضه، فاهم؟ عربيه باظ. ولا واحد واخد شوكليت ودخل آه. العربيه باظت خلاص. بس يا اسطى الناس ديت بتدفع فلوس على حاجات، على شكل. الناس ديت عادي ايوه ممكن تدفع فلوس على شكل. ايوه، ما هو انت الايفنت اللي انت بتخشها دي هي بتجيب لك ارباح، والعربية اللي خدت الشكل ده بيبقى سعرها طبعا غالي، فانت امم. زي ما انت بتصرف زي ما انت بتلاقي، انت بس لو بتنفست فيها. بالظبط انت بتتاجر في الموضوع ده. بس مم. الكلام كله لو انت دخلت فعلا ايفنتات موثقة، دخلت مش عارف ايه. لكن في كتير، يعني احنا مش بنسميها ايفنت، احنا بنسميها تجمع. ان احنا عادي ممكن كل يوم في الاسبوع نخرج نتجمع احنا الشباب بعربياتنا، نبقى واقفين في مكان معين، مثلا 15 16 عربية واقفين امم. صحابنا، فاهم قصدي؟ مم. فده ما يعتبرش ايفنت، ده انت اي حاجة بتصرفها فهي ليك انت ولعربيتك، مش للشهرة ومش لحاجة. مش وفي لحاجة، ناس انت بتحب دي كده. هوايتك. مم. بالظبط. بالظبط. مم. يعني انا في واحد عندنا هنا جاب العربية البي ام اللي هي بتاعت اللعبة بتاعت نيد فور سبيد. عارفها. نيد سبيت الخضراء، اللي عارفها. هي العربية اللي هي جاب الزرقاء، العربية زرقاء في ابيض. ايوه، ازرق في ابيض. بالظبط، ايوه. مم. جابها وعملها زيها بالظبط. ده وعايز ليجند اقول ده. لك ما بيخشش بيها اي ايفنت، هي العربية بتاعته ليه. ايوه هو بس ايه ده؟ يعني مبسوط ده بيها. اليوميه، دي عربيه لا، اليوميه بتاعته. هي يومية. هو مش معدل أي حاجة في امم. الموتور فوق طاقة العربية، مش معدل زي ما مايز بيقول في الارتفاع. امم. م... هو كل اللي عامله هو مغير شكلها من بره، اللي هو شكل العربيه بس العربية اللي في بتاعت اللعبه، أحلامه اللي هي كانت في اللعبة اه. بس. فاهم قصدي؟ بس حلو ده. فهي عربيته اليومية، امم. وسهل إنها ترخص على كده وتمام. عادي. العربية مش مخالفة لأي حاجة قانونية، فعادي تبقى عربيتك اليومية. بالظبط. يعني امم أنا اللي حببني في العربية المرسيدس دي إن هي كانت مع واحد صاحبي، كان حاطط فيها موتور بتاع مرسيدس اي 200 2020 او 2021. تمام. توين تيربو. كان عامل اكزوتيك طبعا من الاول للاخر عشان نطلع كل الهورس باور اللي جوه الموتور المجنون ده على الجسم ده. مم. فانا عايز اقول لك الموتور ده حتى مسلمش منه، يعني هو اخر عطل تقريبا حصل له وانا كنت معاه في الاول يوم، وبعد كده سبته ومشيت.
بس عرفت ان هو حصل معاه مشكلة والعربية اتركنت، كان البيستم خرج من الموتور. خرج من الموتور. يا نهار ازرق. خد غطا الاتجاهات كده يا وطال نهار ابيض. بالظبط، ده طار. كسر مكنة. عارف انت اللي هو استنى السلام عليكم انا بقى. عارف انت، يعني انا مش عارف اللي انا اقوله ده ينفع اصلا حد يسمعه ولا قول لا، قول يا اللي حبيبي هو بقى. بيتك ومطرحك. دراج ريس الشوارع، فاهم؟ اه هو احنا بيحصل حاجة عندنا في مصر زي كده، ايوه بيها. اه فاهم؟ يعني احنا كنا في فرح، يعني انا ما اعرفش انت تعرف تقدر معايا المسافة ولا لا، احنا كنا في انا فرح عايز بس اقول لك على حاجه، انت عندك مكان تقعد عشان أنا شايفكم انتوا الاتنين لازقين في بعض. انت مش امم هتخرج من لا الكادر هو لو وحش، ريحت. هو هو وحشني وحشني كده اه. كده، هو وحشني ده عشان انا هو يا اسطى عشان اتجوز فبعد والله بجد. هو اتجوز اتجوز فبعد، فاهم؟ قال لك اتجوز ماليش فبقى. دعوه بيا، عايزه تدخليه البيت براحتك، مش عايزه براحتك برضك، ماليش دعوه. قال ماليش لك دعوه. اتجوز فباد شويه انت هتبوسوا ما بعض. جيتش عند بشوي، انا بقول لك اهو من دلوقتي. بس انا واطي يا عم، انا واطي. قريب روح. قال لك ابات عند بشوي. ما تجيبنيش. العربية 28 يا اسطى، ما تجيبوش صح عندك؟ ها؟ تعال سبت تعال السك، تعال سبت اهو. السك. هقول لك على عربيه وقف تصنيعها 2009. ماشي. الهامر اتش 1 و2 و3. اه معلم. تمام. عندك انا بالنسبه لي انا هقول لك انا بحب انهي واحده فيهم. تمام. انا بحب اتش 1. ليه؟ عشان اكتر واحده واخده شكل الدبابه على الطريق. تمام. ماشي. اتش 2 عملوها ميكس ما بين الدبابه والملاكي بنفس الحجم. اتش 3 تحس ان انت راكب عربيه ملاكي واصغر في الحجم بكتير. انا ما ما عشان بحبهاش. كده انا بحب الاتش 2 ان هي ما بين الاتنين، اه التكنولوجيا فيها اكتر، اه فيها الموتور تكنولوجيا. بتاعها هادي اكتر عن الاتش 1 بكتير. الاتش 1 ممكن تركب عليها متعدد من فوق عادي محدش اه هي هي مش بطة، هي جسمها مخليها بطة، اه بلدي على جسمها الطريق، فاهم؟ مخليها لكن العربيات الاتش دي يعني انا عربيتي عربيتي الحاليه شيفوليه افالانش 2002. تمام. الموتور بتاعها بيستحمل، الموتور بتاعها فابريكا يعني مفيش حاجه فيه اتغيرت. تمام. باختلاف العجل انا مكبره وقاطع شويه عشان تعلى. يعني مش مغير حاجه، مش معلي حاجه. بس العجل نفسه هو اللي مكبرها، قطعت بس البتاع الفريم عشان ما يحكش. فاهم. تمام. فبس هي عربيه عاليه وانا بحبها. انا بحبها لانها بتستحمل واستحملت معايا كتير قوي بصراحه. هنا يا باشا ما بنقطعش الفهمات، عندنا بنكرش الشفة دي لبره. قال والله. لك كنا اعمل لها بوتس بومبي كده وخلاص وتمشي. لا ما بومبي ايه ده، احنا كنا بنروح عم القصاص السمكري، اه. عنده حتة شومة كده يا اسطى في الورشة، امم. بيحطها عند فرد الكاوتش، يقول لك ارجع لورا، فانت لما ترجع الشومة دي بتروح داقرة في الشفة، اه. تعملها فتروح كده، نفخاها بقى لبره، نفخها فاهم؟ لبره. اه فما مفيش يا تحكش. باشا، انت 10 دقايق ربع ساعة كنت خلصت مصلحتك، ويترضى 100 جنيه وتاخد بعضك وتمشي. 100 جنيه؟ طب ما الموضوع سهله. امال احنا م- عندنا ليه اصل بندفع؟ شفة يعني، انت عايز ايه؟ احنا عندنا بندفع. حط لك ما الشومة. حصل لك يعني انا فعلا انا من ساعه العربيه دي معايا بقى لها 4 سنين، عربيتي الافلانش دي بقى لها معايا تقريبا 4 سنين من ساعه ما جبتها، ما عملتش فيها اي حاجه خالص. مفيش الا من كام يوم مغير 4 بوجيهات وكويس بتاع. انا ما بعرفش، متعرفش. ما اعرفش يبقى معايا عربية وما اعملش فيها. لا بس هقول لك على حاجه. يعني انا مثلا لو عارف ان العربيه هتتبهدل، يعني انا كان معايا قبل ما اجي المكان اللي انا فيه ده، قبل ما ارجع هنا يعني، كان معايا لexus جي اكس 2006 300. تمام. دي كانت عربيتي الشخصيه. العربيه كانت حلوه وكنت مظبطها جوه وبره، والعجل والموتور كنت عامل لها الصيانه بتاعتها وكده. اللكسس اعتمادية اصلا اكتر من تويوتا، على ايه؟ اللكسس اعتمادية اكتر من تويوتا، وهما الاتنين في نفس حاجه الشركة، واحده بس يعني، دي بص هي نفس التوب لاين الشركه بتاعها. ونفس كل حاجه جوه الموتور ما اتغيرتش، مم. بس الفرق
ان اللكسس هو عايز يديلك الفخامة واللكجري بتاعتها اكتر، فكل اللي بيعمله ايه، يروح مكبر الحجم جوه ويدي الكلام ده كله ويصغر حجم الموتور. فعندك مثلا زي المارش في التويوتا قدام جنب الموتور من على اليمين، المارش في اللكسس ورا الموتور من تحت، لازم من تشيل تحت. الموتور كله. تمام. عايز تغير تبس؟ لا يا حبيبي، عمر. عمرو ليلة طين عشان تغير المارش فيها، وانا غيرت وعارف ان الجزمة ده طلعين تمام. فانت دي كانت عربيتي الشخصية. العربية الافلنج دي لما جبتها عشان شغل، انا عايز تراك مم. كبير اشيل فيها حاجات، مم. فجبت دي. فانا ما قعدتش معايا، والمشكلة كمان اللي حصل فيها ايه، المكان اللي انا كنت فيها ساعتها كان بينزل فيه تلج. مم. العربية اتركنت 5 شهور في التلج، طب يا طلعت نهار ازرق. منه الشاسيه كله صدى. مم. اكيد. دلوقتي بقى يا معلم، امسك سيخ حديد وحطه في الشاسيه بيخش جوه. يعني بص، خلاص. انا خدت مطب من اللي انت بتقول عليهم دول. بص، الحمد لله. بص ابقى ماسك انزل نص. الدركسيون وقاعد على كرسي والعربيه في كل حته. كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها، فاهمة انت بقى يعني؟ يعني ايه يا ولد؟ يعني كل شيء مستقل بذاته. فاللي هو آه. بص، واللكسس دي بقى يا معلم على الطريق السريع اللي حصل فيها، الترانزميشن بتاعها ضرب، والاكس راح مخلوع من مكانه، ضرب في سلك الفرامل، قطعه على الطريق. انا ما تسالنيش ازاي انا وصلت البيت يومها، بس وصلت وبعتها في ساعتها. فاهم، كلمت ونش الحمد لله. تعالى شيلها، ادوني $200، قلت لهم حلوين قوي، خدوا خدوا بركن خدوا. يعني كانت ليله طين. تمام. رحت الله خدت يكون في دي. عونكم. خدوا اه انتوا $200. والله. وبعد كده بقى مسكت العربيه دي، والله العظيم حاببها لسبب واحد، ان انا سوقتها بالحاله بتاعتها دي 14 ساعه. اه 14 ساعه متواصل، من شمال امريكا لحد جنوب امريكا، فاهم يعني. اللي هو انا سوقتها من فوق لتحت حرفيا، وبشوي كان يا اسطى، عارف انتوا ساعتها. مسافات انتوا مسافات عندكم. اه تمام. انا يعني انتوا مسافات. الفكره، انا الاول كان معايا مازدا 323 موديل 82. تحفه تحفه. العربيه كانت هاتشباك مش عربيه السيدان. حلوه قوي، غبي. والله العربيه إيه، حلوه. غبي. انا انت عارف العربيه ليه دي غبي؟ انا اتصرفت وعرفت الخصها. ماشي. يعني كنت واخدها من ابن عمي. تمام. خدت العربيه، وصلت عند البيت. انا الاول كنت قاعد في بيت عيله، بيتنا، فاحنا كان عندنا محل وجنب باب البيت على طول. فانا المحل ده كنت تفتحه وهو حق صغير كده يشيل الكرسي عربيه بس. امم فانا كنت كل اللي انا عامله فيه معلق بورد عليها كل العده اللي تتخيلها. فانا اول ما جبت العربيه تقريبا كانت راكنه تحت بلكونه، وفي حد مصمم ينشر غسيل في الحته دي بس. السقف مخروم. مخروم مش مخروم مش خالص. تلج بقى، لا هو مخروم. وابن عمي لما فكر ان هو يحل، راح جايب علبة معجون اللي هو بتاع العربيات الستوك وارمي. ومحر. فاهم؟ قال لك ما حدش هياخد باله، ما حدش هياخد باله. فانا رحت مفكك العربية دي. انا ما سبتش فيها حاجة غير الدركسيون، لا ازاز ولا كراسي ولا طابلو ولا هنا. التوصيلة بتاعت الضفيرة بتاعت الكهرباء فكيتها، وهو فريتين سلك جايين من المارش كنت ساعتها انت للبطارية. لسه في تانية، احنا كنا في تانية كنا لسه في ثانوي. الثانوي. كنا لسه في تانية ثانوي او تالتة ثانوي، حاجة زي كده، عشان انت كان قبلها النيف. النيفا. كان معايا صح النيف كده. والروس. كان معاه النيفا بتاعت الجيش ديت. جامده دي. كنت بقى جامده. شايلها. كنا بنحمل فيها 10 تنفور ولا حاجة، فاهم؟ اتنين على الاكسدام ورا واتنين على الاكسدام قدام لا لا، بس عربيه حلوه. والكوشتين. كان شايل الكنبة، كنت كان بس شايل والله عربيه الكنبة. حلوه. وعاملها قاعدة عربي من ورا، فاهم؟ قاعد عشان عربي. تشيل عدد أكتر. مم. كنت شايل يا ابن الكنبة، اللذينه. فاتح ورا دي على الشنطة، احمد فاهم؟ يا اسطى دماغ في العربيات. لا لا، دماغ والله في العربيات. حلوه، والله حلو. فاهمني؟ ويوم ما جبت 27 كنت شايل الكرسي اللي جنب السواق، علشان اللي يبقى قاعد ورا جنبي. أنا ورايا محدش بيعرف يقعد لأن أنا ما بعرفش أسوق.
غير ان هو الكرسي لازم يبقى راجع ورا، فاهم؟ ياخد مساحته يعني. ابقى قاعد براحتي. فاللي عايز يقعد وراه جنبي، ما يقعدش ورايا. اه فهو من الاخر نفرين كانوا بيركبوا فكنت شايل فيها. الكرسي اللي قدامي عشان يقعد ورا، بدل ما يقعد واحد لا يعرف يقعد اتنين وتلاتة، فاهم؟ طيب تعالى في اي نرجع. حد عايز يتكلم على اي عربية تانية قبل ما نخلص، عشان احنا بقالنا ساعة يا شباب. الحمد لله قوي كده، الحمد لله. ده احنا كده ما اتكلمناش على اي حاجه حرفيا، انا بقول لك. اه احنا فعلا ما اتكلمناش احنا على اي حاجة. احنا ما اتكلمناش على اي حاجه. تمام. بس انا معايا واحد هنا هو حرفيا نفسه ان هو يتكلم. اتكلم يا حبيبي، قول اللي انت عايزه. تمام. رحب بالناس. خلاص بقى اقفل انت وعلي الحلقه. صوتك ابوس ايد. ماشي. اي حاجة. علي صوتك. اقفل انت الحلقه بقى بتاعتنا. ماشي يا باشا. طب ايه طيب. ازيك يا عم؟ ماشي، شكرا. شكرا. اتفضل. شكرا خلاص. ايه. طيب اتفضل، تعالى اتفضل اقعد هنا. اتفضل اقعد هنا. يا عم اتفضل اقعد هنا. بشوية عند الجمهور كله. مش فاهم في ايه. طيب اتفضل يا عم هنا يا عم. ماشي. طيب هنا بقى الحلقه حضرتك. تمام. ماشي. هتنصح ايه بالناس اللي عايزه مثلا تشتري عربيه او حاجه؟ ما تشتريش عربية. بجد بامانه ما يعني. تفكرش في ان انت تشتري عربية، فانا هجيب عربية حديثة عشان ما اصرفش عليها. لا، انت لو مش مهتم فانت هتصرف. احنا عندنا ده في حقيقي. مصر عندنا الفكرة دي. يعني هو يقول لك انا مش هجيب عربية موديل قديم عشان ما اصرفش عليها. لا، انت ممكن تجيب عربية قديمة ويبقى الفرق ما بينها وما بين العربية الحديثة مبلغ كبير. المبلغ ده انت ممكن تدفع ربعه بس في العربية القديمة دي، وتبقى مم. بالنسبة لك وبالنسبة زي الجديده، لتحركاتك زي هي الجديده أحسن من احسن من الجديدة. الجديد. احسن من طول ما ده انت حقيقي. ايدك في الحاجة، طول ما انت ايدك في الحاجة وعارف ايه اللي بيتعمل وايه مواعيده وايه المفروض يتعمل، فانت مش هتتعب كتير. اكنك بتربي حيوان اليف فلازم بالظبط. تهتم هو بيه. عندنا في مصر بس مشهورين بجملة ده بيتك التاني. ده حقيقي، انت اول ما تشتري عربية فعلا عربيه. بتجي التاني. سواء بقى من ناحية مصاريف، من ناحية كل حاجة. ده حقيقي. طول ما انت ايدك في الحاجة ايا كان هي ايه، فهي هتبقى بالنسبة لك احسن حاجة. والعربية نفسها أصلا بتدي كمان طاقة أول ما أنت بتهتم بيها وبتبدأ إن أنت دوري شكل دوري كده بتهتم بيها. هي نفسها تحس إن هي بترد عليك. طب خد أنت بقى سرعة، خد مش عارف بالظبط. إيه، خد تعالى أنا هريحك النهاردة في مش الطريق شرط مش مش هتعبك. شرط السرعة، كفاية بس اللي هو انت لا قدر الله في أي ظرف الساعة 2 3 بالليل مم. جات لك سفرية جه أي حاجة، بالظبط. فانت لا، انت عارف ان انا العربية بتاعتي جاهزة انها تتحرك. ده مش حقيقي. لسه هدور على حد ينقلني من بس بقى مكان عشان لتاني. بيتك التاني هناك تمام هيزعل. بس أنا لازم لسه هيزعل. 11. تهتم، لازم أنا تهتم ما عنديش بعربيتك. الموضوع ده. انا هو بقول لكم تجربة. انا مرة العربية عملت معايا حاجة على الطريق، شتمت في العربية ما دارتش. فاهم؟ زعلت. ف... فاللي هو اهتم فما بعربيتك. تزعلش حبيبتك حب التانية، أنا عربيتك. بقولها لكم. حب عربيتك. يعني ما بلاش نعمل الكلام ده كله. أشوفكم في حلقة حد جديدة. عايز يقول حاجة؟ تمام. لا أنا كده، لا، كله فل. كده زي الفل. نشوفكم شرفنا في بيك حلقة جدا جديدة. يا ما جوبا. تنسوش. شرف ليا يا صديقي. لا احنا ان شاء الله هنجيبك تاني ما إن شاء تقلقش. الله. هنجيبك تاني. هندفع لك 50 طبعا. جنيه تاني ما انا تقلقش. تمام. 50 ووجبة 50 وكوباية جنيه شاي. ومكرونة وبطاطس. تمام. بالظبط. ماشي. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. إن شاء تمام ونشوفكم في حلقة جديدة. ده هو بلدي. سلام. سلام.